هنتكلم عن التشخيص بتاعنا. التشخيص بتاعنا طبعا بيبقى تاريخ مرض من السيدة، الالتهابات بتتكرر اكتر من 4 مرات، تبقى حالة متكررة مزمنة او اقل، الشدة بتاعتها شديدة او خفيفة. هنتكلم على اللون بتاع الالتهابات، الرائحة، اللي في هرش او مفيش هرش. الكلام ده كله بناخده من التاريخ. هل جوزها بيعاني من التهابات؟ هل هذا في مرض اخر عضو منقولة جنسيا او لا؟ كل ده في التاريخ المرضي. بعد كده بنعمل فحص مهبلي، بنشوف هل في تورم او احمرار في الفرد او المهبل. بعد كده بنشوف الافرازات، لونها وسمكها وهكذا، وممكن ناخد عينة منها. هناخد العينة وهنبعتها المعمل تتشاف تحت الميكروسكوب، نشوف نطمن ان دي التشخيص مظبوط الكانديدا. وكمان ساعات بنزرعها عشان نعرف نوع الميكروب، زي ما قلنا هل ده كانديدا البيكانس ولا كانديدا جلابراتا ولا كانديدا كروزي ولا النوعين التانيين، علشان ندي العلاج في الحالات المزمنة المتكررة. هل الالتهابات المهبلية دي لها مضاعفات؟ طبعا لها مضاعفات. اول حاجة ان الالتهابات الشديدة دي تعمل حكة شديدة. الحكة الشديدة دي بتأثر على النشاط الجنسي، بيقل، فالسيدة بيحصل لها اكتئاب وقلق وهكذا ومشاكل زوجية. كمان الحكة الشديدة بتعمل جروح وتشققات نتيجة الهرش، فبتعمل جروح احنا قلنا وتشققات. ممكن ينتشر الالتهاب ده حوالين فتحة الفرج والمهبل، بتنقل في الجلدية، بتنتشر هذه الالتهابات حوالين المنطقة دي، ممكن تنتشر لأعضاء داخلية. كمان لو في واحدة حامل جالها هذه الالتهابات الشديدة، ممكن الناس بتقول انه بيعمل انفجار مبكر لجيب المية، وفي ناس بتقول بتعمل ولادة مبكرة. أسأل الله أن يبشركم بما يسركم ويكف عنكم ما يضركم، ويجعل العافية لباسكم، والمغفرة ستركم، والسعادة طريقكم، والجنة دارنا وداركم.